بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الفطيره الصوفيه او العجينه الصوفيه. ودي اسمها كده لانها شكل الصوف زي ما انتم شايفين كده، عامله زي خيوط الصوف. العجينه دي ميزتها ان هي هشه قوي وحلوه قوي من جوه وفيها فراغات كده، وتحس ان انتوا بتاكلوا حاجه زي القطن، زي الصوف فعلا يعني. بنجيب الاول شويه لبن دافين، حوالي ربع كوبايه كده، نحط عليهم معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر، وبنقلبهم مع بعض ونسيبهم مع بعض شويه لغايه ما يخمروا. طبعا ده بيخلينا نتاكد اذا كانت الخميره صالحه ولا لا. وفي نفس الوقت انتوا كده يعتبروا بتخمروا الخميره مرتين، مره هنا ومره مع الدقيق، فدي بتبقى مفيده جدا في المخبوزات. بنجيب، انا عندي هنا نص كيلو دقيق، بحط له نص معلقه ملح وبقلبهم كلهم مع بعض الاول عشان خاطر اضمن ان بعد كده ما يبقاش حته فيها ملح وحته ما فيهاش. وبجيب بقى بيضه، بيضه واحده، وبجيب كمان معلقتين، حوالي معلقتين كبار من الزبده السايحه. ممكن تستبدلوها لو عندكم كريمه حطوا كريمه، لو عندكم قشطه، لو عندكم اللي هو وش اللبن، ممكن تستبدلوها باي حاجه زي كده. وادي الخميره بتاعتي خمرت زي ما انتم شايفين، يبقى كده تمام، الخميره صالحه وهنشتغل بيها. بقلب المكونات دي كده على الاول، وبعد كده هبتدي بقى اضيف السوائل بتاعتي. السائل اللي انا هستعمله هنا هو اللبن. انا مش هحط الكوبايه كلها، هفضل هحطها واشوف لغايه ما العجينه بتاعتي تحتاج. لو احتاجت لبن تاني هحط، لو احتاجت دقيق هزود. فانتوا عارفين طبعا بيختلف من دقيق من نوع للتاني. هقلبها بايدي كده الاول وهشوف العجينه هتوصل معانا لحد فين. زي ما احنا شايفين العجينه محتاجتش لبن تاني. انا عايزاها عجينه طريه وفي نفس الوقت تكون ما بتلزقش، يعني بصوا ما بتطلعش في ايدي، ما بتلزقش كده. فدي كده العجينه تمام، يبقى مش هحتاج شويه اللبن الباقيين دول. باخد بقى العجينه بتاعتي وبعجنها. اهم حاجه بقى حته العجن دي، احنا بنقعد نعجن فيها يجي 10 دقايق، والخطوه دي من الحاجات اللي بتخليها هشه قوي وطريه، يعني هشه قوي من جوه مش مكتومه. فطبعا لو في عجان تمام بيريح، مفيش خلاص بنعجن على ايدينا زي كده. اهم حاجه بس نعجنها حوالي 10 دقايق كده، نعجن كويس. وبعد كده بحطها في الطبق وبغطيها بكيس او فوطه، وبسيبها لغايه ما بتخمر. بسيبها طبعا في مكان دافي لغايه ما بتخمر. على بقى ما بتخمر بجيب الصينيه اللي هشتغل فيها. انا عندي صينيه عاليه، بس هي دي بصراحه عاليه قوي، يعني لو عندكم حاجه اوطى من كده شويه تمام. المهم تعملوها في صينيه يكون حرفها عالي، يعني ما تكونش الحاجات صينيه بيتزا او الحاجات اللي هي حرفها واطي شويه. بندهنها كلها زبده علشان خاطر تبقى سهله معانا ان احنا نخرجها بعد ما تستوي وما تلزقش. وبعد كده بجيب بقى الحشو بتاعي، بجيب اي نوع جبن، بحط عليه معلقه بقدونس مجفف ومعلقه توم مجفف ومعلقه من الزعتر وكمان معلقه من زيت الزيتون. كل ده بحطه على بعضه وبقلبه. تقدروا تعملوها كصنف حلو لو حشيتوها بمثلا فواكه مجففة، مربى، نوتيلا، الحاجات دي كلها، الحاجات اللي هي الحلوة دي كده هتقلب معاكم وتبقى حاجة مسكرة. باخد بقى العجينة بعد ما خمرت، انا مش عايزة اطلع الخمر اللي فيها، انا عايزاها تبقى خمرة زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش هعجنها تاني. هشيلها بالراحة من الطبق واحطها كده بالراحه وابتدي اقطعها. انا هنا هقطعها على 4 قطع. لو انتوا الصينيه بتاعتكم اكبر من كده ممكن بقى على 5 او 6 على حسب حجم الصينيه اللي عندنا. بصوا العجين خامر ازاي وفيه هوا من جوه. زي ما قلت لكم انا ما حبيتش اطلع الهوا منه. اعمله بقى كور وهسيبها ترتاح شويه، مش هسيبها مش هتخمر لان هي خمره اصلا، بس هسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعه ترتاح كده، وبعد كده نبتدي ان احنا نفردها. ده كده خلاص بعد ما ارتاحت. بصوا بقى تمسكوها اصلا خفيفة جدا، وشوفوا عاملة زي السفنجة او زي البالونة كده. باجي بقى الكورة دي بفردها، انا عايزاها شكل بيضاوي، بفردها بالطول كده. يعني ما نفردش العرض، نفرد بالطول كده لغاية ما تديني الشكل البيضاوي اللي احنا شايفينه ده. هي العجينة عشان فيها زبدة فما بتلزقش، مش محتاجة ان انا احط عليها دقيق. ببتدي بقى اقطع او اقصقص الاطراف بتاعتها زي ما انتم شايفين، بقطعت العجين كده بالطول على حسب. بسيب بس حتة من فوق دي اللي هحط فيها الحشو بتاعنا. وباجي بقى بالنسبة للحشو بحط الجبنة، وبحط الجبنة بتاعتنا وبفردها فيها كده كويس،
وبعد كده هنبتدي نلفها زي ما قلت لكم. اي حشو، عايزين تحشوا لحمه مفرومه احشوا، عايزين تحشوا ميكس جبن احشوا، سبانخ بالجبنه احشوا. يعني بصوا بقى الحشو ده انتوا بقى تقعدوا تلعبوا فيه كده زي ما انتوا عايزين، اي حشو انتوا حابينه استعملوه. بلفها لغايه ما بتبقى شكلها عندي بالطريقه دي كده. باجي بقى بحطها في الصينيه، بحطها في جنب الصينيه بحيث ان هي تاخد الدوران بتاع الصينيه كده، بيبقى كده شكلها. هاجي بقى للتانية. في القطاعة دي حلوة قوي، لو لقيتوها هاتوها. دي بتبقى حلوة قوي في المخبوزات، بتقطع لي او بتعلم لي الحاجة، بتبقى كلها سوا بعض. يعني بصوا الخطوط كلها قد بعض، مفيش حاجة اوسع من التانية. فبصراحة بتدي شكل حلو قوي، ده بيبقى اكتر شكل منظم. بس لو مش موجودة خلاص مفيش مشكلة، يعني بنتعامل باللي موجود عندنا. حطيت الحشو بتاعي وهلفها. بصوا حتى وهي بتتلف يعني تحس ان الشرايط بتاعتها منتظمة، كل واحدة قد التانية او المسافات بينهم منتظمة. هنحطها بقى في الصينية برضو جنب التانية اللي عملناها، ومش هنسيب مسافة بينهم، هنلزقهم في بعض كده. وبعد كده نعمل التالتة. هنا بقى انا عملتها بقطعة البيتزا. طبعا قطعة البيتزا دي عايزة اقول لكم اسهل واحدة، لان حركتها بتبقى سريعة، بس المهم تتحكموا في المسافة بين الشرايط دي، دي بتديكوا نتيجة حلوة قوي، بتبقى سريعة قوي في الشغل. هعمل بقى، عملت التالتة خلاص، احطها برضو في الصينية. انا ما بحطش حاجة في النص، انا يا دوب دايرة كده حوالين طرف الصينية كده وخلاص. باجي بقى بعد كده بغطيها وبسيبها في مكان تدفى. بكون مولعة الفرن قبلها وتحطها في فرن سخن قوي، ولما تطلع تستوي بدهنها دهنة زبدة كده، يعني زي تلميع، بلمعها بالزبدة. وبعد كده بغطيها بفوطة مبلولة مية. واي مخبوزات تطلعوها من الفرن وهي سخنة غطوها بالفوطة المبلولة المية دي. المية اللي في الفوطة بتبقى تتحول لبخار وبتنزل على المخبوزات دي، تخليها طرية قوي، سواء عيش سواء فطير سواء اي مخبوزات عاملينها. اعملوا الخطوة بتاعت الفوطة المبلولة دي. بصوا بقى الفراغات اللي فيها، وبصوا بقى هشة قد ايه. هقطعها لكم حتى وانا بقطع انتوا هتلاحظوا ان هي خفيفة قوي من جوه. يعني بصوا حتى ماسكة السكينة يعني تشيلوها تحسوا ان شايلين ولا حاجة. ده كده شكلها. بصوا بقى الفراغات عاملة زي الكرواسون، عاملة زي المخبوزات الهشة كده. والجبنة طبعا زي ما انتوا شايفين باينة فيها، هي يعني خطيرة بصراحة، وطعمها حلو قوي. طعم الزعتر كمان مع البقدونس المجفف بيبقى حلو قوي مع الجبن في الحشو. بصوا اهو، مش محتاجه اقول لكم هي قد ايه هشه. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. لو كنتوا وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.